السلام عليكم متابعي قناة كود عمراوي. مهدي لشعلي من السياقة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مازال مستمرين معكم في شرح الأسئلة الجديدة اللي كتحط في الامتحان. وأول حاجة كنبغي نبارك المترشحين اللي حصلوا على رخصة السياقة، وكنتمنى التوفيق والنجاح للمترشحين اللي مقبلين على الامتحان. وشكرا بزاف على التعاليق الزوينين اللي كتخليو ليا. إذن على بركة الله نبداو الشرح ديال هاد الأسئلة. السؤال رقم 1: باش نقوم بالتوقف في هاد ملتقى الطرق نخلي بيني وبينها 5 متر الإجابة 1، 10 متر الإجابة 2، 12 متر الإجابة 3. الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 1. السؤال كيتحط في الامتحان: إلا بغيت نقوم بالتوقف حدا ملتقى ديال الطرق خاصني نخلي بيني وبينها 5 متر باش ما نغطيهاش. إلا بغيت نتوقف قبلها كنخلي 5 متر، ولا بغيت نتوقف بعدها كنخلي 5 متر باش ما نغطيش ملتقى ديال الطرق. اما الا كانت ممر ديال السكه حديديه وبغيت نتوقف حداه كنخليو 12 متر. اذا باش نقوم بالتوقف في هذا الملتقى ديال الطرق كنخلي بيني وبينها 5 متر الإجابة 1. السؤال رقم 2: التسوير الطرقي كيدل على طريق سيار إجابة 1، موقع حضري إجابة 2، موقع سياحي إجابة 3. هنا الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 2 و3. هاد السؤال حتى هو تحط في الامتحان. بالنسبة للعلامة اللي كتكون بيضة راه كتدل على موقع حضري، يعني كتدل على مدينة أو وسط المدينة. والعلامة ديال التوجيه اللي كتكون بنية راه كتشير موقع سياحي. إذا دائما تلقاو علامة ديال التوجيه بيضة راه كتشير موقع حضري، وعلامة بنية كتشير موقع سياحي. والعلامة الزرقاء اللي كتكون اللون ديالها زرق كتشير طريق سيار. إذن في هذه الحالة عندي العلامة اللي في الأعلى ديال وسط المدينة بيضاء كتشير موقع حضري، والعلامة البنية اللي مكتوب فيها واليلي كتشير موقع سياحي. إجابة الصحيحة 2 و3. السؤال رقم 3: الأزرار اللي في هذا المقود واش آمنة؟ نعم إجابة 1، لا الإجابة 2. الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 1. هنا أزرار ديال التحكم اللي في المقود، الأزرار اللي كيكونوا ديال الراديو باش نزيدو الصوت أو ننقص الصوت، أو الأزرار ديال مثبت السرعة. المهم هادوك الأزرار ملي كيكونوا في الطابلو، حيت كاين بعض السيارات كيكونوا الأزرار ديالها في الطابلو ما كيكونوش في المقود. هادوك الأزرار اللي كيكونوا في الطابلو كيكونوا غير آمنة. علاش؟ إلا بغيت نقص الصوت أو نزيد الصوت كنحيد الإيد ديالي على المقود، يعني كنطلق المقود وعاد باش كنزيد الصوت أو كنقص الصوت، يعني كيخليوني ما نبقاش غادي محكم في المركبة مزيان. أما هاد الأزرار اللي كيبانوا لي هنا كاينين في المقود، يعني في نفس الوقت راه شاد المقود كنسوق وكنتحكم في الأزرار. إذن هاد الأزرار كاينين في المقود، إذن هاد الأزرار راه آمنة. إجابة 1. إمتى ما كتكونش آمنة؟ إلا كانت في طابلو. السؤال رقم 4: فقد جميع النقاط يمكن لي نسوق دراجتي النارية لسعة الأسطانة ديالها 125 سنتيمتر مكعب؟ نعم إجابة 1، لا الإجابة 2. الإجابة الصحيحة
هي الإجابة رقم جوج. هنا قال لي فقد جميع النقاط، يعني دوك النقاط اللي في رخصة السياقة تحيدوا ليا كاملين، يعني رخصة السياقة راه غتلغى ليا. إلا في هذه الحالة فقد جميع النقاط، واش غنسوق دراجتي النارية للإسطانة ديالها 125 سنتيمتر مكعب كنديرو، لا دراجة نارية للأسطانة ديالها 125 سنتيمتر مكعب راه عندها صنف خاص بها، راه ما كتساقش بلا بيرمي. إذا الإجابة جوج، ما يمكنش لي نسوق هاد الدراجة النارية للأسطانة ديالها 125 سنتيمتر مكعب. السؤال رقم 5. في حالة ارتكاب عدة مخالفات في نفس الوقت ومن بينها جنحة كيتنقص على الأكثر 10 ديال النقاط الإجابة واحد، 12 نقطة الإجابة جوج، 14 نقطة الإجابة 3. الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 3. إلا ارتكبت عدة مخالفات في وقت واحد، يعني السائق مثلا ما دارش حزام السلامة وكيهضر في الهاتف غادي في طريق انشيردي، يعني دار واحد بزاف ديال المخالفات في نفس الوقت وارتكب معهم واحد الجنحة، ارتكب معهم جنحة وحدة، غيتحيدوا ليه 14 نقطة. إلا السائق ارتكب عدة مخالفات في نفس الوقت وعاود ارتكب معهم جنحة كيتحيدوا ليه 14 نقطة، إجابة 3. أما إلا ارتكب عدة مخالفات كيتحيدوا ليه 8 ديال النقاط. إذا في حالة ارتكب عدة مخالفات ومعهم جنحة بحال هذا السؤال كيتنقصوا ليه 14 نقطة، الإجابة 3. السؤال رقم 6. سائق السيارة اللي في الخلف خلى مسافة أمان كافية، صحيح الإجابة واحد، خطأ إجابة جوج. الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم جوج. هنا كنسوق بسرعة 60 كيلومتر في الساعة، السائق اللي في المراية اللي في الخلف ديالي قريب ليا بزاف، يعني غيكون غادي بكثر من السرعة اللي غادي بها، راه كيبان ليا قريب عندي بزاف، يعني مسافة الأمان اللي خلى راه ما كافياش. إذا سائق السيارة اللي في الخلف واش خلى مسافة أمان كافية؟ كنديرو خطأ، إجابة جوج. السؤال رقم 7. هاد العلامة كتشير إلى أن هناك خطر طريق بها انزلاق، نعم إجابة واحد، إلا الإجابة جوج. الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم واحد. هنا سؤال جديد وعلامة جديدة، وقبل ما نبدا الشرح لهذا السؤال ما تنسوش ديروا اشتراك القناة باش يوصلكم أي جديد حطينا في القناة، ولايك الفيديو. العلامة كتشير خطر ديال الضفادع، كاينه واحد الفترة فاش كتبدا طيح الشتا وكتكون الطريق دايزة من حدا شي بحيرة ديال الماء، هاد الضفادع شنو كيديروا؟ كيتجمعوا في الطريق، ومني كتكون شي سيارة جاية كدوز فوق هادوك الضفادع، وبالسبب ديال هادوك الجوشات ديالهم كيولي انزلاق، كيولي خطر ديال انزلاق. اذا هاد العلامة كيحطوها على وديت بان كاين الضفادع في الطريق وكيوليو يزلقوا السيارات. اذا هاد العلامة راه كتشير الى ان هناك خطر طريق بها انزلاق، اجابة واحد، بسبب الضفادع. السؤال رقم 8. كيتعرض كل سائق مركبة برخصة السياقة مزورة لعقوبة الحبس، أقصى ديالها 6 شهور الإجابة واحد، 3 سنين الإجابة جوج. الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم جوج. كل سائق مركبة كيسوق برخصة السياقة مزورة
اقصى مده ديال الحبس، مني كيقول لي اقصى مده يعني المده القصوى، العقوبه ديال المده القصوى ديال الحبس هي 3 سنين. اقصى مده هي 3 سنين. اجابه جوج. السؤال رقم 9، نظام الجي بي اس باللمس واش ما كيشكلش خطر؟ صحيح الاجابه 1، خطا الاجابه 2. الاجابه الصحيحه هي الاجابه رقم 2. هنا نظام الجي بي اس قال لي باللمس، يعني هاد الجي بي اس غادي نتحكم فيه غير باللمس بالايد ديال السائق، يعني ما كاين فيه لا ازرار لا والو. قال لي واش ما كيشكلش خطر؟ كنديرو خطا. واخا هاد الجي بي اس كيخدم باللمس راه كيشكل خطر، يعني كيخلي السائق يفقد التركيز ديالو. اذا نظام جي بي اس باللمس واش ما كيشكلش خطر؟ كنديرو خطا. اجابه 2، راه كيشكل خطر. السؤال رقم 10، كنسوق بسرعه 60 كيلومتر في الساعه، واش واجب نقص من السرعه؟ نعم اجابه 1، لا الاجابه 2. الاجابه الصحيحه هي الاجابه رقم 1. كنسوق بسرعه 60 كيلومتر في الساعه، عندي واحد العلامه ديال الاشغال، يعني قدامي اشغال في الطريق، دائما يكونوا اشغال في الطريق، راه خاصكم تنقصوا السرعه. اذا واجب نقص السرعه. اجابه 1. السؤال رقم 11، هاد العلامه كتعلم على حيوانات. الف الاجابه 1، متوحشه الاجابه 2، الخطر يمكن يجي من اليمين اجابه 3، اليسار الاجابه 4. الاجابه الصحيحه هي الاجابه رقم 2 و3 و4. العلامه كتشير خروج حيوانات متوحشه، العلامه اللي كتكون فيها غزاله راه كتشير حيوانات متوحشه، والعلامه اللي كتكون فيها بقره كتشير حيوانات اليفه. اذا العلامه كتعلم على الحيوانات متوحشه الاجابه 2، ودائما الخطر يمكن يجي من اليمين ويمكن يجي من اليسار. دائما الخطر راه ممكن يجي على اليمين وعلى اليسار. الاجابه الصحيحه هي الاجابه رقم 2، يعني متوحشه، حيوانات متوحشه، و3 و4 الخطر غيجي من اليمين ومن اليسار. السؤال رقم 12، هاد العلامه كتعلم على طريق احيانا كتعمر بالماء. اجابه 1، طريق كتزلق. اجابه 2، تطاير الحصى. اجابه 3. هنا الاجابه الصحيحه هي الاجابه رقم 1. العلامه اللي كيكون فيها الماء على اليمين وعلى اليسار راه كتشير طريق احيانا كتعمر بالماء. اما الا كانت العلامه اللي كيكون فيها التطاير غير على اليمين، هذيك تتشير الحاصه. اذا العلامه فيها الماء على اليمين وعلى اليسار كتشير طريق احيانا كتعمر بالماء. اجابه 1. السؤال رقم 13، في الفتره الاختباريه مشاو لي 2 ديال النقاط، واش واجب نقوم بدوره تكوينيه؟ نعم اجابه 1، لا الاجابه 2. واش غتمشد لي الفتره الاختباريه؟ نعم الاجابه 3، لا الاجابه 4. الاجابه الصحيحه هي الاجابه رقم 2 و4. في الفتره الاختباريه، الفتره الاختباريه هي فالسائق كيكون يلا حاصل على رخصه السياقه، كتكون عنده 20 نقطه في رصيد النقاط ديالو، وكتكون السرعه ديالو محدوده في 90 كيلومتر في الساعه، وهاد الفتره المده ديالها عامين. خلال هاد الفتره الا مشاو لي 2 نقاط، واش واجب نخضع لدوره تكوينيه؟ كندير لا. امتاش اجباري ندير دوره تكوينيه؟ عقلوا على هاد المعلومه. الا فقدتو
أكثر من الثلثي ديال النقاط. يعني إلا مشاو ليا واحد 14 نقطة بقاو عندي غير 6 ديال النقاط، ديك الساعة إجباري ندير دورة تكوينية باش نرجع النقاط. هنا مشاو لي غير 2 نقاط، واش واجب نقوم بدورة تكوينية كنديرو لا؟ راه حتى كيمشيو ليا الثلثي ديال النقاط. والسؤال الثاني قال لي واش غتمتد للفترة اختبارية، يعني واش هذيك المدة ديال الفترة الاختبارية اللي هي عامين واش غتزاد غتولي أكثر من عامين؟ كنديرو لا، راه كتبقى هي. الإجابة الصحيحة 2 و 4. السؤال رقم 14، العدد الأقصى ديال النقاط اللي يمكن لي تخصم ليا في حالة ارتكاب جنحة: 12 نقطة الإجابة 1، 14 نقطة الإجابة 2، 10 نقاط الإجابة 3. الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 2. بصفة عامة ارتكاب جنحة النقاط ديالها كيبقاو ما بين 2 نقاط حتى 14 نقطة. أي جنحة كتبقى ما بين 2 نقاط حتى 14 نقطة. العدد الأدنى اللي كيتحيد فيه النقاط في ارتكاب جنحة هو 2 نقاط، والعدد الأقصى 14 نقطة. دابا قال لي العدد الأقصى ديال النقاط اللي غيتحيد ليا في حالة ارتكاب جنحة هو 14 نقطة، الإجابة 2. السؤال رقم 15، يمكن لي نوقف على اليمين؟ نعم إجابة 1، لا الإجابة 2. يمكن لي نتوقف على اليمين؟ نعم إجابة 3، لا الإجابة 4. الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 2 و 4. كنسوق في طريق السيار. طريق السيار كنوقف فيها في حالة عطب. هنا السؤال ما قالش لي عندي عطب، قال لي واش يمكن، يعني ممكن، واش يمكن لي نوقف على اليمين كنديرو لا، ونتوقف على اليمين كنديرو لا. ما نوقف ما نتوقف، لا قبل العلامة لا بعد العلامة، كنوقف في حالة عطب. إجابة الصحيحة 2 و 4. السؤال رقم 16، يمكن لي نشعل أضواء الوضع الإجابة 1، تقابل الإجابة 2، طريق الإجابة 3، الضبابة الإجابة 4. الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 1 و 2 و 4. السؤال كتحط في الامتحان: مني كتكون الضبابة كتشعلو أضواء الوضع وأضواء التقابل وأضواء الضبابة القدام والخلف. أما الطريق هو الضوء اللي كيضوي على بعد 100 متر، ما كنشعلوش في الضبابة. إذن في هذه الحالة غنشعل الوضع إجابة 1، التقابل إجابة 2، والضبابة الإجابة 4. السؤال رقم 17، الثلج كينزل، عندي حق نسوق بضواو الوضع وحدهم إجابة 1، بضواو التقابل الإجابة 2، بضواو ديال الضبابة الإجابة 3، بضواو الطريق الإجابة 4. الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 2 و 3. هنا الضواو اللي كنشعلو في الضبابة هما نفسهم كنشعلهم في الثلج. هنا في السؤال 1 قال لي نشعل الضوء الوضع بوحدهم. إلا شعل الضوء الوضع بوحدو راه ما غتبانش الطريق. إذن هاد السؤال 1 ما غنديروش. إمتى كنجاوب بأضواء الوضع؟ إلا ما كتبوش ليا هاد بوحدهم. إذن هنا غنسوقو بالضوء التقابل وضواو ديال الضبابة. إجابة الصحيحة 2 و 3. السؤال رقم 18، شرب الكحول يمكن يتسبب للسائق في النعاس الإجابة 1، ضعف في الرؤية الإجابة 2، تقليص من وقت رد الفعل الإجابة 3. الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 1 و 2. شرب الكحول، إلا السائق شرب الكحول هذاك الكحول يقدر يتسبب ليه في النعاس، يقدر يجيب ليه النعاس وضعف في الرؤية، يعني ما يبقاش يشوف مزيان.
اما وقت رد الفعل ديالو كيتقدر بثانيه الا كان في حاله عاديه. اما لا شرب الكحول وقت رد الفعل راه غيتزاد ماشي غيتقلص هي غينقص. قلنا وقت رد الفعل كيتزاد مع الكحول. اذا شرب الكحول يمكن يتسبب للسائق في النعاس والضعف في الرؤيه. اجابه صحيحه 1 و 2. السؤال رقم 19. وقت رد الفعل كتقدر ب ثانيه الاجابه 1، نصف ثانيه الاجابه 2، 2 ثواني الاجابه 3. الاجابه الصحيحه هي الاجابه رقم 1. وقت رد الفعل ديال السائق في المتوسط الا كان السائق في حاله عاديه كيكون ثانيه وحده، ما كيكونش قل، كيكون ثانيه وحده. اجابه 1. السؤال رقم 20. كتبين هاد الارامات مكان تواجد طريق منحرف الاجابه 1، طريق ضيقه الاجابه 2، منعرج خطير الاجابه 3. الاجابه الصحيحه هي الاجابه رقم 3. هنا هاد الارامات، هاد العلامات الزرق كيبينوا منعرج خطير، ما كيشيروش طريق منحرفه او لا طريق ضيقه. اذا هاد الارامات كيبينوا مكان منعرج خطير. اجابه 3. اذا مشاهدينا وصلنا للاخر ديال الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم اي جديد في القناه، وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله.